السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في القناة وصفات جنات. اليوم ان شاء الله فيديو جديد نقدم لكم الشباكية اللي كتجي زوينة بزاف وناجحة من اول تجربة. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات درت هنا كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات نوعية جيدة. درت عليه كأس العنبة ديال السنجلان اللي حمرته شوية وطحنته مزيان، ثم ضفت ملعقه كبيره مطحونه ديال النافع، خصها تكون هذه مطحونه مزيان ومغربله باش ما كتقطعش لينا الشباكيه. ودرت ملعقه صغيره ديال القرفه حتى هي مطحونه جيدا، ثم درت هنايا ملعقه صغيره ديال الخرقوم باش بلدي باش يعطينا واحد اللون اللي هو زوين للشباكيه ديالنا. ثم غادي نضيف قبصة من الملح، غير قبصة صغيرة. هاد المكونات خصهم يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين باش الشباكيه ديالنا كتجي ناجحه. صافي غادي نخلط هاد النواشف جيدا كاملين هكا حتى كيتجانسوا ليا مع بعض بحال هكا على هاد الشكل هذا. بالنسبه للمكونات غادي نحطهم لكم تحت الفيديو ولا اسفل الفيديو اولا في الديسكريبشن، غادي نوضع لكم جميع المكونات. صافي هنايا من بعد ما خلطت هذوك النواشف غادي نضيف راس معلقه صغيره ديال خميره الخبز غير راس معلقه، تكون ما تكثروش الخميره باش العجينه ديالكم ما تخمرش وتخسر. هنايا درت كيس من خميره الحلويات، ثم غادي نضيف كاس الا ربع ديال زيت الزيتون عفوا، كتعطيها واحد المذاق زوين بزاف احسن من الزيت النباتيه. الا ما كانش عندكم زيت الزيتون تقدروا تستعملوا الزيت النباتيه. غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزبده مذابه وتكون بارده. هنا درت ربع كاس ديال الخل، وهنا عندي كاس ديال الزهر اولا ماء الزهر باش غادي نجمع العجين ديالي. صافي غادي نجمع هكا العجينه بهذا الشكل. بالنسبه لهاد العجين ديال الشباكيه فما كندلكوهاش، فقط كنجمعوها برؤوس الاصابع على هذا الشكل هذا، ما خصهاش هي تدلك مزيان، غير كنجمعوها هكا. وبالنسبه للماء الزهر فكنضيفوه شويه بشويه. هنايا بعد ما جمعتها نتوما كتشوفوا كنجمع هكا برؤوس الاصابع كتجيني على هذا الشكل. وبالنسبه لداك ماء الزهر كنضيفوه شويه بشويه. هنا تقريبا استعملت كاس ونصف ديال ماء الزهر وكاس ديال الماء دافئ. ما دافئ ما يكون سخونش، وإلا كان الحال سخون تقدروا ديروا غير الماء ديال الصنبور. هنايا درت الماء عادي، عفوا زعما الماء ديال الماء دافئ، حيت دابا الحال بارد شويه. ملي كيكون الحال سخون كنكتفيو بالماء ديال الصنبور فقط. صافي كنجمع العجين ديالي هكا على هذا الشكل. نتوما كتشوفوا ما كندلكهاش بزاف، هي خصها غير تجمع. هنا بالنسبه لداك الكاس ديال الماء ما كنخويهش بدقه واحده، كنخويه شويه بشويه باش ما نفوتش القوام اللي بغيت. صافي كنكمل هكا كنجمع العجين ديالي. انتما كتشوفوا القوام خصو يكون هكا على هذا الشكل. انا غير كنجمعها ما كندلكهاش مزيان، حيت هذا العجين كيجي شويه قاصح، ما خصوش تجي رطبه بزاف حيت غادي تطلق. منين تخليوها ترتاح شويه راه غادي تطلق. صافي هنايا كنخدمها هكا بشويه باش كتجنس ليا. نتوما كتشوفوا القوام كيفاش كيجي، تجي شويه قاصحه ماشي بزاف غير شويه. صافي دابا غادي نشكل الكريات اللي غادي نقدر ندلكهم حيت ما يمكنش ندلكها كامله، غادي تعذبني وغادي تغلبني. كندلك خصوصا انني انا غادي نخدم غير المدلك، ما غاديش نخدم هكا بديك الاله ديال اللي كيخدموا بها الشباكيه، ديك الاله ديال التوراق. الا كانت هذيك الاله يكون احسن حيت كتسهل الخدمه شويه. هنايا درت واحد 5 ديال الكريات وضعتهم هكا في واحد البلاستيكه، حيت ضروري هاد العمليه ضروري جدا انكم ديروها في الميكا باش ما كتنشفش ليكم، حيت كتنشف
وما تتعذبكمش هكا في ملي تبغيو تطلقوها. صافي هنايا كناخذ العجين ديالي كره بكره. هنا خديت الكره الاولى كنطلقها هكا على هذا الشكل، كندير المدلك وكنقلب فيها باش كتساعدني كتطلق معايا دغيا دغيا. نتوما كتشوفوا كنطلقها هكا. بالنسبه لهاد الشباكيه فكتجي زوينه بزاف بزاف. ديروا هاد العمليه اللي درت وتبعوا معايا الطريقه اللي درت في الفيديو وحتى المقادير، فغادي تنجح لكم مليون بالمئة واخا تكون اول تجربه. صافي كنكمل هكا كندلك العجين ديالي مزيان مزيان حتى كنسرحو بحال هكا، كنسرحو هكا شويه بشويه على هذا الشكل. صافي ملي كنطلقها هكا كنحاول انني نطويها بحال هكا بحال الرغايف باش كتعطيني داك التورق، فمنين كطيب كتنفخ ليا في الطياب. هنا خديت عاوتاني داك المربع الاول. المهم داك المربع اللي طويته رجعته عاوتاني للميكا وخديت هذا المربع الاول باش بديت وغادي ندلكو عاوتاني بنفس الطريقه. ضروري كنخليوها ترتاح شويه. ملي كنصايبو داك المربع كنديروه في الميكا وكنخليوه يرتاح. وهنايا خديته بحال هكا كندلكو مزيان مزيان. في هذه المرحله ضروري خصو يكون مدلوك مزيان، ماشي بحال المرحله الاولى. المرحله الاولى غير كنسرحوه شويه، هنايا ضروري خصها تكون مدلوكه مزيان مزيان حتى كيبان لينا تقريبا سطح العمل. شحال ما دلكتوها شحال ما غادي تجيكم ناجحه. صافي كنطلقها مزيان هكا على هذا الشكل. السمك ديالها انا غنوريكم كيفاش كيجي رقيق. كنحاول انني نطلقها شحال ما قدرت. السمك ديالها كيجينا رقيق. كناخذ هنايا هاد القطاعه هذه، انا استعملت غير هذه كتقطع ليا وحده بوحده. كنحسب 1 2 3 الرابع صافي كنفوتو. كندير هكا 4 ديال الاشرطه وكنقطع. صافي كنخدم هكا بهذه الطريقه. بالنسبه للعجين كما قلت لكم كنأكد لكم باش انكم تخدموه شويه بشويه، ما تخدموش كلشي بدقه واحده باش كيعاونكم والعجين ما كيجيش ناشف. هانتوما كتشوفوا كيفاش كنورق. كناخذ هذاك الشريط الاول كنديرو على الثالث وعاوتاني كنجمع الثاني مع الرابع. صافي وكندور يدي لتحت. هذيك هي الطريقه باش كنشبكوها. هانتوما كتشوفوا معايا غادي ناخذ هكا الشريط الاول مع الثالث وعاوتاني الشريط الاول مع الثالث والثاني مع الرابع. صافي وكنقلب يديا. هنايا من بعد ما كملتها كنستفها هكا في هاد الطاوه ولا بحال هاد الشكل. هنا درت المقله ودرت فيها الزيت. سخنات مزيان خصها تسخن مزيان في الاول. ثم كنهز هكا الشباكيه ديالي وكنوضعها. بالنسبه للنار اولا العافيه خصها تكون متوسطه في الاول، ما تكونش مجهده، تكون متوسطه الى مهيله. ما خصهاش تكون مجهده باش الشباكيه ديالكم ما تخطفش لكم في الطياب ولا طيب من برا وما يدخلش فيها الطياب. هانتوما كتشوفوا باش تعرفوا بلي ناجحه. غير كنوضعها كتنفخ. اللي وضعتها هانتوما كتشوفوا كتنفخ ليا في الطياب. هنايا كيتعرفوا بلي الشباكيه ديالكم ناجحه. بالنسبه لهنايا فالنار متوسطه الى مهيله. صافي كنوضع هكا بهذا الشكل وكنقلب كل خطره. كنقلب شويه في الزيت، كنقلب شويه بشويه حتى كتبدا تحمر وكنقص العافيه. ملي كتبان ليا الشباكيه ديالي بدات كتحمر صافي خصني نقص عليها النار باش ما تخطفش ليا اولا تجيني جهه طايبه بزاف وجهه ما طيباش. صافي كنبدا نقلبها هكا بهذا الشكل هذا وكنرد معاها البال. ما خصهاش تخطف وما خصش اللون ديالها يجيني داكن. ما تسناش انني تجيني غير تبدا ليا هكا ذهبيه. صافي خصني نزولها. نتوما كتشوفوا معايا هنايا بدات كتذهب. صافي خصني نرد البال حيت هذه المرحله صعيبه شويه ومهمه في نفس الوقت. خصني نرد ليها البال باش ما تحرقش اولا باش ما تذهبش بزاف تجيني قهويه. ملي كنديرها في العسل كتزيد اللون ديالها يغمق وما غاديش يجينا اللون كيف بغينا. صافي هنايا نتوما كتشوفوا بدات كتذهب ليا بحال هكا. غادي نهزها وغادي نوضعها في العسل وغادي نضغط عليها في نفس الوقت اولا المهم غادي نغطسها كامله في العسل في نفس الوقت ملي غنحطها باش هكا كتشرب العسل مزيان واللون ديالها كيزيد
يعطي وكيزيد يلمع، كتجي زوينه بزاف بزاف. صافي كنكمل بهذه الطريقه حتى كنطيب ديك الشباكيه ديالي كامله. ومن الاحسن هذاك مثلا هنايا ديك الفورشيط باش كنتو كتخدموا بها في الزيت ما ديروهاش في العسل، باش ما تخلط لكمش الزيت مع العسل والشباكيه ديالكم ما غاديش تشرب لكم العسل. صافي هنا من بعد ما طيبتها نتوما كتشوفوا كنهز هكا كنخوي داك العسل، كنهز الشباكيه ديالي كنديرها في واحد الكسكاس باش كتسقط ليا من العسل، باش هذاك العسل كنوضع فيه شباكيه واحده اخرى ولا ديك المقله اللي غادي نطيب عاوتاني. صافي وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الشباكيه ديالي كامله، وهكا كتخرج لينا في الاخير كتجي زوينه بزاف بزاف. نتوما كتشوفوا انا غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجي منفوخه من الداخل وشاربه العسل. ها نتوما كتشوفوا شاربه العسل مزيان مزيان من الداخل، كتجي واحد الشباكيه اللي زوينه بزاف بزاف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها خليوها هكا تتبرد مزيان مزيان، وديروها في واحد البلاطو ولا في واحد الاناء اللي ما كيتنفسش نهائيا، اللي محكم الاغلاق، اللي كيتسد مزيان مزيان حيت الا كيدخل ليها الريح تقدر انها ترطب ولا توقع ليها شي حاجه. وبالنسبه لهذا العسل اللي استعملت في هذا الفيديو انا اللي حضرته شاركته معكم في القناه، انا غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو ديال العسل تحت هذا الفيديو هذا. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على هاد الشباكيه، جربوها على ضمانتي فكتجي زوينه بزاف بزاف، كتجي هائله. غيتبعوا معايا لجميع المراحل وجميع المعلومات اللي عطيتكم والمقادير بهكا بالضبط. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.